السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غتشوفوا معايا واحد لي باغيت او خبيزات معمرين بالدجاج. سبق ليا ودرتهم معكم بالكفته، هذه شي عام دابا. ونزولا على الطلب بعد صديقات غادي نعاونهم معكم بحشوه مختلفه، واحد العجينه زوينه خفيفه سحريه سهله. تبعوا معي الفيديو الاخر وغادي تشوفوا على بركه الله. نبداو الفيديو ديالنا. اذا بسم الله، عندي 500 غرام او نص كيلو ديال الدقيق الناعم. غندير واحد القبيصه د الملحه. الصفر د البيض هو اللي غنستعمل، او عفوا البيض البيض ديال البيضه هو اللي غنستعمل، والصفر غادي نخليه حتى ندهن به. عندي نصف كأس ديال الزيت، واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه عامره، معلقه صغيره عامره صافي. وغادي نبدا نخلط بالماء دافي. للاشاره، هاد العجينه راه خدمت بها بزاف، هاد العجينه معتمده عندي، كنخدم بها بزاف د الوصفات، لي بغيوش لي هادشي المالح اللي كيكون عامر، كتجي ساهله، ما كتحتاج لا دليك لا والو، غير كنجمعوها بهاد الطريقه هذه صافي. كندهنوها بشويه الزيت وكنخليوها سر انها خصها تبقى ترتاح تخمر مزيان. بالنسبه للمقادير المضبوطه ديال العجينه نخليكم في صندوق الوصف كالعاده. بالنسبه هنا غنتقلوا للحشوه، غناخذوا واحد المقله فوق النار، غندير فيها شويه، انا درت شويه ديال زيت الزيتون، تقدروا ديروا غير زيت المائده عادي. هنا غندير ناخذ واحد البصله مشلطه وغادي نبقى نحركها هكا حتى كطيح هذيك البصله. غندير واحد رشيشه د الملحه هنا كما كتشوفوا. ملي طاحت لي هذيك البصله غنزيد واحد شويه ديال الفلافل الملونه، انا ديما كنكونوا عندي هادو في المجمد. سبق ليا ودرت معكم الفلافل الملونه كيفاش نحتفظوا بهم. هنا من بعد ما طاحت لي هذيك الفلفله والبصله غادي نزيد الدجاج كيف ما شفتوا مقطع بطريقه صغيره، وغادي نبدا ندير في العطريه. عندي الكزبر معدنوس، درت شويه ديال التحميره، شويه البزار، عندي الهريسه كتبقى اختياريه، وشويه ديال الثوم. وكنبقى نحرك هكا، كنخلي داك الخليط حتى كيطيح حتى كيطيب. بالنسبه لهاد الحشوات دائما كنقولها كيبقاو اختياريين. هنا ممكن نزيدوا اي حاجه، زيتون، ممكن نزيدوا اي حاجه نتوما كتفضلوها، ولا تحكوا خيزو ولا تحكوا قريعه، داكشي كيبقى على حساب كل واحد شنو كيبغي وشنو كيبغيو ليه وليداتو. يعني غير الفكره، كما كنقول دائما الفكره كنعطيوها وكيبقى كل واحد كيعمر بداكشي اللي بغا. هنا زدت واحد شويه ديال صلصه الصوجا، لا صوص الصوجا كتعجبني انا في هاد لي بغيوش ولا هاد الخبيزات اللي كيكونوا معمرين ولا اي حاجه معمره. صافي درت شويه ديال لاصوص الصوجا وغنبقى نحرك ونخلي داك الخليط حتى كيطيب مزيان. هنا غادي نرجع للعجينه ديالي من بعد ما دازت واحد تقريبا شي ثلث ساعه. العجينه ضعفات وخمرات. غادي نبدا نشكل في واحد الكويرات صغار بحال هكا، حجم واحد باش يجيونا في قاده وحده. هنا كيكون الاختيار اللي بغى يكبر هاد الخبيزات طوال يصغرهم على حسب كل واحد شنو كيبغي. اذا غنكمل هاد الخبيزات هادو في التقاده هادي ونخليهم يرتاحوا غير شي شويه. الحشوه ديالنا خليناها كتبرد، ضروري خصها تبرد. ها هي كما كتشوفوا. هاد العجينه والكويرات اللي درناها هما ارتاحوا. هذا فرماج موتزاريلا، اي فرماج تقدروا ديروه ولا تقدروا تستغناو عليه اللي ما كيبغيش الفرماج. اذا غنبدا نشكل في هذوك هاد لي باغيت ولا هاد الخبيزات ديالي بحال الطريقه هذه. فطريقه سهله وبسيطه. غادي نشد هذيك العجينه وغادي ندهن بالزيت وغادي نبدا هكا نشكلها بواحد الشكل طولي ونحط الحشوه ديالي. طريقه سهله ومبسطه، ممكن اي وحده مبتدئه ولا اللي عجبوها راه تشكلهم بطريقه عاديه. صافي هنا غنبدا نجمع على اساس نخلي الشكل ديالهم طولي بحال هكا
نشدو الجنيبات وكنجمعوهم بهاد الطريقه هادي صافي، وكنشكلهم. كاين اللي كيفضل يديرهم بشكل دائري بحال الكريسات دايرين، كل واحد شنو كيبغي. هاد العجينه هادي انا كتعجبني في هاد الخبيزات لانها ما كتجيش غليظه، ما كتجيش فيها هذيك البابه اللي كتعرفوا بحال البغيوش بحال الخبز. كتجي خفيفه، عجينه هي ما بين عجينه البغيوش وعجينه المسمن مخلطه كما قلت لكم، كتجي خفيفه. اذا انا غنعاود نشكل معكم واحده اخرى كما كتشوفوا. الا لاحظتوا انا راه ما كنرقق، ولكن كنرقق اكثر هي الجناب الوسط. كنحاول فين غنحطوا الحشوه كنحاول ما نرقوش بزاف، باش ملي كنقلب وكنقاد هذيك الباغيت ما كتفرقعش ليا ديك العجينه او لا كتشرق. هانتو شفتوا كنضغط غير على الجناب والوسط كنخليه شويه ما غليظش ما رقيقش صافي. وكنبقى نشكل ونزيد هذاك الفرomاج ديالي حتى كنكمل الكميه كلها صافي. هنا من بعد ما كملت شعلت الفران غادي يسخن على درجه معتدله. الطياب ديالهم طياب عادي بحال الطياب ديال القرص ديال خبيزات زعما معتدل. 150 درجه في الفران ديال الضوء، ومعتدل في الفران ديال الغاز. كندير عليهم غير كنشعل عليهم غير من التحت. اذا هنا شفتوني خديت الصفر ديال البيضه اللي خلينا وزدت عليه شويه ديال الصلصه ديال الصوجا كتعطي واحد اللون زوين، واحد النقيطه صافي. وغادي نبدا ندهن. من بعد ما كملت الدهين هنا غنرشهم شويه ديال السانوش او حبه سوداء. تقدروا ديروهم ترشوا عليهم الزنجلان ولا البافو، كل واحد شنو كيبغي. غير هو الحبه السوداء كتعطي واحد المذاق رائع. الفران دابا ها هو سخون، غندخلهم باش يطيبوا. نشعل عليهم غير من التحت حتى كيطيبوا. قربوا يطيبوا كامل عاد كنشعلوه من الفوق باش يتحمر. ديال الخبيزات ديالي من بعد واحد 20 تقريبا 20 حتى 25 دقيقه ها هما خرجتهم من الفران، حمرتهم من الفوق. واحد الريحه رائعه كيجيو رائعين. الشكل ديالهم النهائي هو هذا. كنقدموه لوليداتنا وضيوفنا بالصحه والراحه، كيجيو رائعين. كنتمنى تجربوهم. انا شخصيا كيعجبوني. وشوفوا هنا هاد البريوش باش كيعجبوني هاد الخبيزات هادو كما قلت لكم. هذيك العجينه ديالهم ولا هذيك القوام ديالهم ما كيجيش غليظ، ما كتجيش ديك البابه اللي كديرونجي. كيجيو رائعين خفاف. كنتمنىكم تجربوهم ديروهم لوليداتكم. كنتمنى ان هادشي اللي كنقدم لكم يفيدكم ولو بالشيء القليل. كنتمنى تدعموني بلي لايك والبارطاج مع الاهل والاحباب. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.